السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي، واذكروا الله الا بذكر لا تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عندك فرخة صغيرة، تعالى اقول لك بقى تعملي بيها حاجة حلوة جميلة كده هتنفعك وتبقى غدا جميل انت والاولاد، وبجد هينبسطوا بيها جدا لان الاولاد بيحبوا الحاجات دهيت. نعمل النهارده بقى كده كنتاكي ما شاء الله، ورز بسمتي وسلطة كابوتش، حاجة كده اللهم بارك. بصوا الجمال، قلبه أبيض من جوه عامل ازاي، ما شاء الله، حاجة كده عسل. بصوا ما شاء الله، مقرمش من بره وطري جدا من جوه، حاجة كده اللهم بارك. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول، وتابعيني لآخر الفيديو وشوف الفيديو ده اتعمل ازاي. لايك وشير لو عجبك الفيديو، متنسينيش بقى دعوة حلوة من قلبك. مية معايا غليت اهوت، انزل بيها بالجزر وطماطم وفلفل وبصل. دي كده المكونات اللي انا هنزل بيها كده في الشوربه بتاعتي. هتطعم لي الشوربه ده كده قرن فلفل سبايسي. عايزه تحطي اخضر عادي براحتك، انت مش عايزه سبايسي خالص ممكن تحطي الشطه خالص نهائي. معايا كده مكعب دجاج حسب الرغبه برضك، ودي براحتك انت برضك، حاجه اختياري برضك، بس بجد حقيقي بيطعم الشوربه ما شاء الله. طبعا المكونات دي بتخلي طعم الفراخ يا بنات تحفه جدا. انا هسلقها 3/4 سليق، مش هسلقها قوي، مش هخليها مهريه، عشان السليق ده هيفرق معايا، مش هيخلي طبعا من جوه فيها دم ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت هتبقى من جوه برضك جميله كده ومستويه وما شاء الله طعمها كده جميل جدا. طبعا هحط البهارات بتاعتي، هحط ملح، احط فلفل اسمر، احط شطه ناعمه برضك تاني، وده حسب الرغبه، بس احنا عندنا بنحب الحاجه سبايسي جدا، فعشان كده بكتر لهم من الشطه زي ما انتم شايفين كده. وادي الفلفل الاسود بتاعي، واحط بهارات شوربه برضك او بهارات فراخ اللي موجوده عندك المتاحه عندك برضك حطي زي ما انت شايف كده. دي خلطه كده انا بعملها كده للشوربه ما شاء الله، بجد عباره عن يعني عن جوز الطيب، كوبي باسيني، حبه فلفل اسمر، حبهان لورا، وبطحنه كله مع بعضه كده وبخليها كده للشوربه. معايا معلقه كاري ومعلقه كركم. كده الشوربه قلبت معايا بقت زي الفل اهو، اتغليت معايا، اديها تقليبه كده. بجد يا بنت ريحه الشوربه اللهم بارك، حاجه كده عسل ما شاء الله، جميله جدا. جربوا التكات بتاعتي ده هتعجبكم جدا، ويبقى غدا جميل، والاولاد بيحبوا الحاجات ده. احنا في الحر مش مستحمل فعلا بجد طبيخ وحرقه صدر ووجع قلب. كده انا معايا الفرخه بتاعتي اقل من كيلو ونص، قطعتها يا بنات 10 بالظبط، 10 قطع. الورك على اتنين، والصدر على تلاته، الجناح لوحده والصدر على اتنين. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، بصوا ما شاء الله جميله وعامله ازاي، حاجه كده اللهم بارك. بجد يا بنت ريحه الشوربه جميله. طبعا انا مش هسلقها سليق كامل، انا هسلقها سليق 3/4، مش عايزاها تنهري مني. بصوا بقى الشوربه شكلها عامل ازاي، بجد ريحتها خطيره، وبجد كانت مخليه الفراخ ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا. تعالوا بقى كده نفتح كده ونشوف الفراخ بقى. طبعا معايا مصفى عشان اطلع الفراخ واصفيها في قلبها. بصوا كده الفراخ طلع عامله ازاي، ماسكه نفسيها مش مهريه يا حبايبي. بصوا طبعا لونها بقى عمل ازاي من الكركم والكاري اهو. بصوا حاجه كده اللهم بارك، ما شاء الله القطع بتاعتها ولا كبيره ولا صغيره، حاجه كده اللهم بارك. بصوا الشوربه عامله ازاي وريحتها خطيرة. جربوها بنفس المقادير بتاعتي وبنفس التكات، هتطلع معاكم اللهم بارك كده زي الفل. معايا اهوت كده الشوربة بتاعتي خلصت، وطلعت الفراخ بتاعتي. اجيب بولة بقى واخد فيها شوية شوربة، اصفيها من كل اللي فيها ده، واخد شوية شوربة كده في قلب البولة. وهقول لكم برضك انا هعمل برضك بيها ايه شوية الشوربة دول، هسيبهم برضك على جنب يبردوا كده، وهنشوف مع بعض هنعمل بيهم ايه. حطيتوا اللايك يا حبايبي ولا لسه؟ ما تنسوش بقى تذكروا الله وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بصوا الشوربة بتاعتي اهي. تعالوا بقى كده نعمل الكفر بتاعي. معايا الاساسي بتاعي يا بنات الكورن فليكس، كورن فليكس ناعم، بتجيبيه من عند العطار، في خشن وفي ناعم. لو عنده ناعم هاتيه، عنده خشن هاتيه وطحنيه في المطحنه، لازم يكون ناعم. معايا كده، معايا كده نص معلقه، نص كوبايه دقيق. ده الكفر بتاعي زي ما انتم شايفين كده. معايا كده 3 معالق نشا. بصوا بحط لكم كل المقادير لوحدها ازاي مع بعض اهو.
زي ما انتوا شايفين كده. كورن فليكس، دقيق، نشا. معايا بقى ايه؟ معايا معلقتين كمان فيجيتار حار اهو. بصوا هحطلكوا الحاجه ازاي على جنب. معايا بقى كده مكعب دجاج بفركه قوي 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 قوي، وعايزاه يبقى ناعم معايا اهو. بيطعم لي الحاجه وبيخليها بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا نعمته جدا خالص اهوت. انزل بقى بشويه كركم وشويه كاري بردك زي ما حطيت في الشوربه، هحط على الكفر بتاعي. احط ملح بردك كذلك عشان ميبقاش الكفر بتاعي يا حبايبي دلع اهو. بصوا بقى بعمل كل حاجه بالراحه ازاي. حبه ملح بفلفل زي ما انتم شايفين كده. كده معايا الكفر بتاعي اهوت زي الفل. بردك واحط شطه ناعمه تاني، وطبعا اختياري يا حبايب قلبي، احنا بنحب الاكل سبايسي. بصوا ادي الكفر بتاعي بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال. هقلب بقى كله ده مع بعضه كده لحد ما يتجانس كده مع بعضه. كده بعمل كل حاجه خطوه بخطوتها كده اهو زي ما انتم شايفين. حله على النار بقى، واحط طبعا فيها الزيت بتاعي. طبعا هي ناشفه خالص ما فيهاش ميه اهوت. انزل بقى بالزيت زي ما انتم شايفين كده. انزل بقى نعمل شويه الرز بتوعنا، رز بسمتي حاجه كده اللهم بارك. انا ما بنقعش الرز يا حبايبي، انا بغسله وبعمله على طول بيطلع ما شاء الله جميل جدا. معايا لورا، معايا ليمون مجفف، معايا عود قرفه زي ما انتم شايفين كده اهوت. وهنزل بقى كمان بالكركم والكاري واديهم تشويحه في قلب الزيت كده زي ما انتم شايفين. بجد يا بنات ما شاء الله طالع مفلفل جدا ومش معجن ولا اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين كده. هديله بقى كده تقليبه او تشويحه هتطلع بس الريحه بتاعتهم كده زي ما انتم شايفين اهو. اهو زي ما انتم شايفين حاجه كده اللهم بارك. اذكروا الله يا حبايبي كده، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا بقى الرز بتاعي اهوت غسلاه وزي الفل. ده نص كيلو رز يا حبايب قلبي. انا ما بكترش عشان الحاجه ما تترميش مني، انا بعمل اكل على اكل. انزل كده بالملح بتاعي وابدا اشوح بقى الرز والبهارات بتاعتي بالتوابل بالحاجات دي كلها كده مع بعضيها تشويحه حلوه. طبعا انا بجري الفيديو، انا طبعا بفصل وبشوح الحاجه براحتي. احط طبعا الميه بتاعته ومش كتير. نرجع بقى للفراخ بتاعتي المقرمشه الجميله ده اهي. ادي شويه الشوربه اللي انا خدتهم بيردوا خالص. انزل الاول بالفراخ في الشوربه، وبعد كده انزل بيها في الكفر زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بنضافه ازاي. ارجعها تاني في قلب الشوربه مره تاني، وارجعها تاني في قلب الكفر عشان تديني كفر حلو كده سميك كده ويبقى طعمه جميل. طبعا ما تخافوش مهما كترتوا الكفر هي مستويه من جوه عشان احنا مدينها سوا 3/4، والربع التاني بيستوي في قلب الزيت. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. برضك مش كبيره قوي ولا اي حاجه. بصوا دي الدبوسه، دي بقى الحته العريضه اللي هي بتاعه الورك. انزل بيها في الشوربه الاول، وبعد كده انزل بيها بالكفر. بحطها في الشوربه عشان وارجع احطها في الكفر. الشوربه بتخلي الكفر يمسك معايا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو ما شاء الله اهو. ارجعها تاني برضك في الشوربه زي ما انتم شايفين كده. تعمليها على دورين او على مرتين. بصوا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الشوربه كانت بردت معايا، وانزل بيها في الكفر كده كده. الحركه دي او التكايه دي بتخلي الكفر يثبت معايا، او البقسماط والفيجيتار والكفر اللي انا عاملاه ده يمسك في قلب الحته. بصوا ما شاء الله عامل ازاي اهو. مش كبيره قوي ولا سميكه قوي، ما شاء الله جميله اللهم بارك. بصوا انا بوريكم القطع اللي انا عاملاها في الفراخ. دي حته من الصدر اهوت بردك. بصوا ما شاء الله التقطيعه جميله جدا، ولا كبيره ولا صغيره اللهم بارك. حاجه كده عسل. هرجعها طبعا في الشوربه تاني اهو. بعمل عليها كده طبقتين، والطبقتين يعني مش سماك قوي يعني ما شاء الله حلوين اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا سمكها عامل ازاي ما شاء الله. بجد الكفر ده والخلطة دي جميلة جدا
بصوا ده الجناح بقى زي ما انتم شايفين كده اهو، احطه في الشوربه بردك وارجع احطه في الكفر تاني عشان يحمل معايا كده ويشيل اهو. طبعا انا حاطه الطاسه بتاعتي على البوتاجاز، حاطه الزيت بتاعي، واول ما بيسخن على طول بيقدح بنزل. يبصوا بقى عامل ازاي اهو، بنزل بقى كده بالكميه اللي انا عملتها. شايفين ما شاء الله؟ بصوا الحجم عامل ازاي، تحفه يا بنات. اللهم بارك، جربوها هتعجبكم جدا. ما شاء الله لو طلعنا جبنا الاكل ده من بره هيتكلف قد ايه؟ هيتكلف اكيد طبعا كتير جدا، وما تعرفوش الفراخ شكلها عامل ازاي في الحر اللي احنا فيه. هدي حاجتك في البيت حتى لو حاجه بسيطه وصغيره جدا، وتقدري تعملي احلى اكل في البيت بدل ما تروحي تجيبي اكل من بره بالشيء الفلاني. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا انا بسيبها ما بقجيش جنبها خالص الا لما تبدا تديني اللون بتاعي من تحت اهو زي ما انتم شايفين كده. بجد حاجه كده عسل. اللهم بارك يا بنات، جميله. بصوا بدات بقى تديني اللون اللي انا عايزاه ازاي. بصوا بصوا ايه رايكم في الجمال ده؟ حاجه كده اللهم بارك، حاجه كده عسل. ما شاء الله ربنا يحسن من ايدينا جميعا. اكل نضيف في البيت، وعارفه عيالك بتاكليهم اكل ايه، حتى لو مكلف ويبقى احسن من بره برضك. بصوا ما شاء الله بقى الزيت بتاعي رايق اهوت. طبعا انا عملت الطبقتين الاتنين. انزل بقى كده بشويه بطاطس بعد الزيت بقى ما روقته خالص. انزل بالبطاطس، ما تخافوش مش هتاخد اي حاجه يعني، مش مفيش الكفر مش في قلب الزيت، مش واقع في قلب الزيت. الزيت معايا نضيف جدا. وهنزل بالبطاطس عشان بس تطعم لي طعم البطاطس من طعم الفراخ. بصوا ما شاء الله اللهم بارك يا بنات، مش شايله زيت ولا اي حاجه. ما شاء الله جميله مقرمشه، حاجه كده اللهم بارك. معايا بقى الاطباق اللي انا بجيبها جاهزه دهيت، كاني بالظبط عازماهم بره او جايبه اكل من بره. ادي الرز معايا مفلفل ما شاء الله جميل، حاجه كده اللهم بارك اهو. حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها، ونحط بقى الفراخ بتاعتنا، وانزل بقى كده بالبطاطس كمان اللي انا حمرتها. بجد جميله وطعمه جدا، وواخده من طعم التتبيله بتاعت الفراخ. ايه رايكم في الجمال؟ بصوا منظر الوجبات. متخيلين انا لو طلعت بره كلت الوجبه دي بره هتتكلف كام، او لو جبتها هتتكلف قد ايه؟ معايا بقى الكاتشب، ومعايا سلطه كابوتشي كمان زي ما انتم شايفين كده، كانت بنت وقفت عملتها. ومعايا طبعا هود شطه كمان. ما شاء الله حاجه زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم في الجمال ده بذمتكم بقى؟ ينفع انا اجيب اكل من بره؟ حاجه كده اللهم بارك. شويه سلطه عسل، حاجه كده تحفه. بصوا الرز مفلفل وعامل ازاي، ولا معجن ولا اي حاجه، الواحده بوحدته. والفراخ يا بنات اللهم بارك، مقرمشه من بره خطيره، وطريه من جوه، وقلبها ابيض. ده كان فيديو بسيط النهارده من فيديوهات رب يكون استفدتوا. لايك وشير للقناه عشان يوصلكوا كل جديد من قناه يومياتي انا وبناتي مطبخ ام محمد. كده خلاص خلصنا الاكله بتاعتنا. اسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.